تقرر انك لما تيجي تبدا حاجه صعبه تهيئ عقلك انك تخرج من المنطقه اللي هو بقاله فتره قاعد فيها، فاكيد مش بسهوله ده. هي يعني مثلا واحد تخين بقاله فتره قاعد بيعبي الدهون بقى وبياكل كتير بقى والكوليسترول زاد عنده والكلام ده، فاكيد مش هيخس في سكه 3 شهور زي ما الاونلاين كوتشنج بيعملوا. مش طبيعيه يعني بقاله مثلا من ساعه ما اتولد لحد مثلا كام سنه، 20 سنه ولا حاجه، كل ده هو وجدت تقول لي 3 شهور يخس؟ واي استعباط. خليك تبقى واقعي كمان. يعني ده اللي بيبيعوا لك الوهم، الناس بتوع السوشيال ميديا او الناس بتوع الاونلاين كوتشنج بيقول لك تعالى في 3 شهور هخليك تغير جسمك 180 درجه. انت بس تصدقش اي حد يقول لك 3 شهور. في اجسام بتبقى كده، هو الاجسام اللي فعلا كانت بتلعب رياضه. ناس بتبيع الوهم دلوقتي باسهل حاجه، زي الناس اليوتيوب يقول لك 10 هاي انكم سكيلز تخليك تدخل 10000 دولار في الشهر. تعالى اعلمك هاي انكم سكيل دخل لك ملايين الدولارات. يقول لك تعالى اشترك معايا، اللينك في البايو. بجد يعني ابقى مليونير وانت مش عارف تبقى مليونير؟ عايز تعمل تبقى مليونير على قفايا بفلوسي بقى اللي انا بدفعها للكورس. تخش تقول بص العربيه، انا جايب عربيه لامبورجيني شهر بس بشتغل بيها، بس اشتغلت شهر جبت العربيه. اسهل حاجه. عايز تبقى معاك عربيه زي كده؟ يقول لك يا فقير تعالى اشترك معايا في اللينك في البايو يا فقير. اشترك معايا وهخليك غني، غني غناء فاحش. تلاقي حد زي الناس حرفيا كلها بتبيع لك الوهم. خليك توزن اللي فعلا بيبيع لك حاجه مفيده ولا بيبيع لك الوهم، وبتجري ورا الفلوس السريعه زي التداول، المراهنات اللي هم بيعملوها عشان الكوره. ايه ده فلوس سريعه؟ انا ممكن ادخل 10000 جنيه وتدخلي 100000. طب يلا ما اجرب يا باشا، حاجه مفيده اهي. انت متخلف. ده قمار حاجه محرمه. فانت حاجه زي كده هو خلاص انت ليه داخل عليه؟ محرمه اكيد لسبب. ربنا بيحرم الحاجات لسبب وبيحلل الحاجات لسبب. قمار عارفين حرام، انت ليه داخل فيه وبتشتكي وتقول حالي وحالي؟ ما انت عارف اضرارها. انت ليه دخلت نفسك اصلا في السكه دي؟ خلينا واقعيين. تجريش ورا الفلوس السريعه عشان هتروح منك بسرعه. نقطه على اول السطر. وخليك ناصح لما تستخدم الفلوس او في حياتك. انت عارف اللي بينصب ولا لا؟ مع الدراسه والدعبسه والكلام ده تعرف ان ده فعلا بينصب عليه واخدها عشان شو، الاونلاين كوتشنج واخدينها عشان شو والكلام ده، ولا هو فعلا مفيد ولا لا؟ تاني حاجه، الناس اللي بتبيع لك الوهم بكورسات. تعالى اشترك معايا كورس واعلمك ازاي تبقى غني. نصابين. اول حاجه ازاي اتعلمت هاي انكم سكيل واشتريت العربيه اللامبورجيني بتاعتي. نصابين. اندرو تيت لما اشترى العربيه البوجاتي بتاعته اشتراها من لما بدا يبيع الكورس. طب الكورس ب 50 دولار. شوف كم واحد مشترك معاه، كم واحد مشترك معاه. ماشي ممكن الكورس يبقى مفيد ولا لا، انا بتكلم على شخص اللي هو اشترى بوجاتي لما اعلن على الكورس بتاعه والناس بقى ابتدت تشتري من عنده. ما اشتراش من فراغ، يعني بيشتريها من فلوسك عشان تكون عارف تبقى ناضج ذهنيا، ناضج نفسيا، ناضج عقلانيا، وتبقى مميز. عشان اللي عايز يتطور مش بيتطور بسهوله، بيتطور من هنا ويبقى واعي الناس اللي حواليه، واعي هل فعلا بيتنسب عليه ولا لا. متخليش اي حد يضحك عليك، متبقاش عبيط.